اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا نعمل مع بعض بقى الليفت المخلل، وهيفضل معاكي لاخر واحده بيقرمش. بصوا بقى، انا جبت الليفت كده اهو، نجيبه كده ونقشره كده من تحت اهو يا بنات. وهسيب بقى ايه جزء كده من العروش بتاعته اللي هي لونها اخضر دي، بتبقى طعمها حلو قوي لما بتخلليه معاها. فايه، سيبي الحلو منها كده وترمي ايه اللي هو اللي تلاقيه اصفر، وتلاقيه اصفر ولا حاجه ترميه وتخلي الاخضر بس. وهبتدي بقى اقشره كده عادي، ما تجيش على ناحيه اللون بتاعه البنفسجي ده، عشان هو ده اللون بتاعه ده حلو قوي. انا بس بقشر الحته اللي تحت دي اللي فيها الطينه بس. هبتدي بقى اقشره كله. تابعوا معايا بقى الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اهو يا بنات، بصوا انا بقطع بقى الحتة دي لوحدها كده، عشان طبعا هفتحهم من بعض عشان يتغسل وتنزل كل التراب اللي فيه اهو، زي ما انتوا شايفين كده. والحتة اللي تحت دي ببتدي اقشرها كده واروح حاطه على طول اهو. اهو يا بنات، اهو موجود دلوقتي في السوق، يلا بقى هاتيه وبسرعة اعمليه اهو. بصوا قشرته اهو زي ما قلت لكم، هغسله بقى وهو سليم كده. وهو سليم كده هغسله، وبرده غسلت العروش بتاعته اللي هي الخضرة دي، غسلتها العواد دي غسلتها كويس. وبشرت البنجرايه، بشرتها عشان تبقى سهلة وتنزل اللون بسرعة. تمام. جبت بقى بعد ما غسلته، جبت اهو السكينة وجبت القطاعة المشرشرة دي جميلة قوي، بتخلي شكله حلو قوي لما بتخلل اهو يا بنات. قطعيه بقى زي ما تحبي، انا بقطعه مكعبات كده. تحبي تقطعيه صوابع قطعيه، مكعبات كده قطعيه براحتك خالص. بس انا بقطعه مكعبات عشان اللي ياخد واحده كده ما يبقيش منها حاجه تاني. بحس ان الصباع كده يعني كبير وبيقعد اهو. بصوا، قطعيه كده تكون مكعب محمل كده، مش ايه، مش رفيع قوي عشان ما يتهريش منك اهو يا بنات. سهل خالص ومخدش معايا وقت وعملته بسرعة، وهو يا دوب 3 ايام وهتاكلي منه، ما بيقعدش كتير اهو. قطعته كله بالطريقة دي. خلص بقى كل الكمية اللي معايا ونشوف هنعمل ايه تاني اهو. اهو يا بنات كده بالطريقة دي. بصوا بقى، انا خلصته كله خلاص اهو، مش هغسله تاني بقى لان انا غسلته وهو سليم. ده الملح اللي هخلل بيه، ودي العروش اهي بتاعته او العواد بتاعته اهي. هحط عليهم 3 معالق من الملح، 3 بس اهو، 3 معالق من الملح. ابتدي بقى ايه، بصوا اوزع الملح كله عليه بس. ايوه كده. هسيبه بقى يا بنات حوالي ساعتين، ساعتين بالظبط، هركنه كده ساعتين لحد ما ينزل الميه كلها اللي فيه، وبعدين نكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اهو سيبته ساعتين، بصوا نزل ازاي. سيبته ساعتين اهو. هبتدي بقى اجيب البرطمان بتاعي كده واعبي على طول. خليكوا كده معايا علشان تعرفوا انا هعمل ايه، واحده بواحده كده اهو. اعبي بقى البرطمانات. جبت لكم بقى الصغير ده بعبيه قدامكم عشان تشوفوا انا بعمل ايه، عشان الكبير ما كانش باين قوي اهو. انا حطيت عليه شويه من شويه من البنجر اهو. بصوا بقى الميه اللي فضلت منه دي مش هرميها، هحط عليها، اكمل عليها ميه 5 كوبايات من الميه، وهحط عليهم 5 معالق من الملح. تمام. وهقلبهم كويس قوي. احط معلقه من السكر. السكر هنا الماده الحافظه بتاعته، حطيت معلقه من السكر اهي. وهقلبه كويس قوي، ادوب بقى الملح والسكر كويس. وابتدي بقى ايه، انزل بقى المحلول. هو ده المحلول بتاعه. بصوا لما بشرت البنجر، بص خد لون على طول اهو، اللون على طول خده.
برضو اعبي التاني، املاه برضو المحلول بتاعه. ولو ما كملش معايا، هو مش هيكمل معايا فعلا، فانا ايه هجيب برضو كل كوباية مية عليها معلقة من الملح. تمام، كل كوباية من المية عليها معلقة من الملح، هو ده المحلول بتاعه اهو. خلصته، جبت كيس التلاجة كده وحطيته، قفلت البرطمان كويس قوي، والبرطمان التاني اقفله برضو كويس، وقصيت الزيادات بتاعة الكيس كده واهو. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير، ما تنسينيش. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.